يوم نبدأ رحلة قدسية بالذكر عامرة إلى عرفات، منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك،
إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. قدسية بالذكر عامرة إلى عرفات، منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك. إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. مشاهدي الأكارم في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. نحييكم من تلفزيون قناة سلام الفضائية في هذا اليوم العظيم، يوم عرفة، الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. مشاهدي الأكارم، ندعو لكم ولأنفسنا وللحجاج أن يجعل هذا العام عام حج مقبول ومبارك، وأن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يعيدهم كيوم ولدتهم أمهاتهم. مشاهدي الأكارم، في هذه اللحظات، وهي اللحظات الأخيرة من يوم عرفة قبل غروب الشمس، في هذه اللحظات يعتق الله عز وجل أعناق ورقاب كثير من الناس. في هذا اليوم هو أكثر يوم يعتق الله فيه عز وجل من عباده من النار. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم منهم. في هذا اليوم مشاهدي الأكارم، يدنو ربنا تبارك وتعالى نهارا إلى خلقه، فينزل إلى سماء الدنيا ويسأل عنهم وعن حاجاتهم، بل ويباهي بهم الملائكة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. هذا اليوم يتصار فيه الشيطان ويكون حزينا كئيبا، لأنه رأى عباد الله عز وجل، رأى عباد الله عز وجل يعبدون الله تبارك وتعالى ويوحدونه ولا يشركون به شيئا، ولذلك هو حزين وهو كئيب، وهو أيضا مطرود من رحمة الله عز وجل. هذا اليوم هو يوم التوحيد، هو يوم يحث فيه الحاج على الإكثار من قول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الدعاء دعاء يوم عرفة، وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير ما بدأ به نبينا الكريم دعاءه
وخير ما ختم به صلى الله عليه وسلم. ولذلك هذا الدعاء يستمر في جميع أركان وواجبات الحج، فتجد يقوله المعتمر بين الصفا والمروة، ويقوله الحاج أيضا عند الوقفة، وهكذا هو يعتبر من أفضل الذكر حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الأيام: فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ولذلك شرع للحجاج وغير الحجاج أن يكبروا الله عز وجل التكبير المطلق والتكبير المقيد. فالمطلق هو أن يكون في كل زمان وفي كل مكان وفي كل ساعة، فيكبر المسلم هذه التكبيرات: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يكبر بها رافعا صوته في الأسواق والأندية والمنازل والأعمال وفي كل مكان، يكرر هذا الدعاء وهذا الذكر العظيم، هو المقصود به وهو المعيون في هذه الفترة. والذكر المقيد أن يذكر المسلمون هذا الذكر بعد الصلوات الخمس ابتداء من فجر يوم عرفة، فيقولون بعد الصلاة: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. مشاهدينا الأكارم، نحن قبل قليل كنا ننقل على الهواء مباشرة مع فعاليات وأدعية وخضوع وبكاء في موطن عرفة، ذلك المكان الذي اختاره الله عز وجل حتى يجتمع الناس فيدعو الله سبحانه وتعالى. أنت تتعجب ما الحكمة من ذلك؟ كل الناس من جميع أنحاء العالم يلبسون زيا واحدا، يأتون على قلب رجل واحد، هدفهم واحد، بغيتهم واحدة. هذا شيء عجيب يذكرنا بيوم القيامة، اليوم الذي سيجمع الله الأولين والآخرين ثم يحاسبهم على قدر أعمالهم. في هذا اليوم يوم عرفة هو يوم عظيم يقبل الله عز وجل فيه الدعوات ويكفر فيه عن السيئات، ويخرج من هذا المكان الحاج وقد استقبل الله عز وجل دعاءه، إلا من كان مشركا والعياذ بالله، فبدلا أن يدعو ربه هو يدعو غير الله عز وجل. كما تشاهدون الشمس كادت أن تغيب، وهذه هي السنة، أن يبقى الحاج في عرفات حتى يرى قرص الشمس قد غاب تماما. فقد انتظر النبي صلى الله عليه وسلم ومكث في عرفة ينتظر غروب الشمس، فلما وجبت تحرك نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم إلى المشعر الحرام الذي يسمونه مزدلفة. مشاعر عظيمة كنا نتمنى أن نكون معهم بعد أن توقف الحج لعامين ماضيين. كان الحجاج أعدادهم قليلة جدا، لقد اختار الله عز وجل فئة قليلة في تلك الفترة. كنا نتمنى أن نكون مع الحجاج. لقد شرع الله سبحانه وتعالى لغير الحاج مشاهدينا الأكارم أن يصوم هذا اليوم، وبلا شك أنكم صائمون، وأنكم قد أقبلتم على الله عز وجل بقلوبكم في هذا اليوم كأنكم تشاركون الحجاج حجهم.
الحج فريضة على كل من اقتدر. فضل الحج عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحج: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. وهنا العلماء قالوا بأن الحج مكفر للكبائر والصغائر. الحج مكفر للكبائر والصغائر. فيا سلام، هنيئا هنيئا لهؤلاء الحجاج الواقفون كما ترون خاضعون يكررون الدعاء بين يدي الله. آمنوا أن الله سبحانه وتعالى هو ربهم، آمنوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يملك أن يستجيب دعاءهم، آمنوا أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يسمع دعاءهم، آمنوا أن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يلبي احتياجاتهم، آمنوا أن الله عز وجل هو القادر المقتدر. كذلك هم يؤمنون بأن الله رحيم وأنه كريم، لا يرد يد السائل أبدا، فإنه يستحي سبحانه وتعالى. في هذا المكان في عرفات تسكب العبرات ويستغفر الإنسان ربه ويقبل عليه. هنا تسكب العبرات وتدمع العيون ويخاف القلب ويرجو، يعيش بين أمرين عند الله سبحانه وتعالى. يا سلام، هنيئا للحجاج، هنيئا لكل حاج أقبل على الله عز وجل. طيب مشاهدينا الأكارم، أذان المغرب في أسمرة ثم نعود إليكم إن شاء الله. عرفات منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. حان الآن موعد صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة أسمرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله
لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. عرفات منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الأكارم، عدنا إليكم. أترك الميكروفون لأخي عبد العليم. حياك الله شيخ عبد العليم. الله يحييك ويبقيك يا شيخ برهان. يا مرحبا يا كل عام مرحبا. وانت بخير. وسلام طيبين. تقبل الله منا منكم صالح الأعمال. الله يجزاك خير ويحسن إليك. آمين آمين. أهلا وسهلا، حياكم الله. حياك. أترك لكم المجال للتعليق على هذه اللحظات الأخيرة من يوم عرفة، ويعني مع سؤال الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومنا صيامنا أيضا ودعاءنا، وهو قادر سبحانه وتعالى. الميكروفون معك. جزاك الله خير الشيخ برهان. إن الإنسان ليعزي نفسه أنه فاته هذا اليوم، سواء كان بعجز إجراءات، سواء كان بعجز المادي أو بظروف أخرى. إنه يوم عظيم، يوم ينزل الله به إلى سماء الدنيا ويباهي الملائكة جميعهم، يوم شاهد ويوم مشهود، كما أخبر جل جلاله: والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. هذا اليوم شاهد ومشهود. العلماء الشاهد يوم الجمعة والمشهود يوم عرفة، وقيل غير ذلك، لكن هذا أكثر من قال. وهذا اليوم بالأخص يوافق ما حجه الرسول صلى الله عليه وسلم. نزلت الآية من الله جل جلاله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ماذا قال اليهود لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وأرضاه؟ إن في كتابكم آية لو نزلت علينا نحن معشر اليهود لاتخذناه عيدا. وسأل عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أي يوم هذا؟ أي آية هذا؟ قالوا: اليوم أكملت لكم دينكم. وقال عمر رضي الله تعالى عنه: إني لأعلم المكان الذي نزلت به والساعة التي نزلت بها. وقال: كان يوم عرفة، والرسول صلى الله عليه وسلم يخطب. كما لا يخفى علينا جميعا أن الرسول صلى الله عليه وسلم حج حجة واحدة فقط، ووافق يوم عرفة، ووافق أنه كان يوم الجمعة. فالله تعالى في مثل هذا اليوم أنزل الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. فمثل هذا اليوم كذلك الله تعالى يباهي بالحجاج بالملائكة. فتخيل يا شيخ برهان، عندما أقول الآن
هذا برهان أخي فليريني امرؤ أخاه، معناها أنني أحتفي بك وأفتخر بك وأعتلي بك. وهذه نحن بشر في الدنيا، قد يكون لحسنات وقد يكون لبعض الفضائل وقد، ولكن الله تعالى عندما يقول ذلك لا ينتظر من مخلوق شيئا وهو الغني الحميد، إنما يباهي أمام من؟ أمام الملائكة الأطهار الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. يباهي بالعباد بالبشر. ثم هذا اليوم الذي يغفر الله لهم جميع الذنوب للحجاج. واصل. كما ذكر الله جل جلاله وكما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل الأيام يوم عرفة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما من يوم أفضل عند الله من يوم عرفة، ينزل الله تعالى إلى سماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السماء. وفي رواية إن الله يباهي بأهل عرفة ملائكته فيقول يا ملائكتي انظروا إلى عبادي قد أتوني شعثا غبرا ضاحين. فهذه كلها من النعم بالإضافة إلى إكمال الدين. كذلك الله تعالى من على المسلمين الذين لا يستطيعون حضور عرفة بأعمال في هذا اليوم، بالدعاء بالذكر بالصوم لمن لم يكن حاضرا في العرفة، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا اليوم يغفر الله به سنة ماضية وسنة آتية، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ويوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام، وهي أيام أكل وشرب. فهذا كله في هذا اليوم العظيم الذي في عرفة ندعو الله تعالى أن يتقبل حجهم ودعاءهم وذكرهم، وأن يشملنا نحن بالمغفرة مع قلة أعمالنا وعدم حضورنا. وندعو الله تعالى كذلك من كان ما زال مغربه متأخرا أن يجلس ويذكر الله تعالى ويدعو الله تعالى بما فتح الله عليه، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم ما من يوم أكثر أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء. والله أعلم عندما يسأل صيام عرفة، كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم صيام عرفة إني أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده. إذن أعمال ما حصر لها، الدعاء الذكر التكبير كما بدأت به شيخنا الشيخ برهان، كذلك أعمال صالحة إن استطعت قبل أن ينقضي هذا اليوم علينا أن نفعل. وجزاكم الله خير على حسن استماعكم، والمايك لك يا شيخ برهان. شكرا للشيخ عبد العليم على هذه الكلمات الطيبات وعلى هذا الاستدلال النقي الصافي. جزاك الله خيرا وبارك الله فيك. الآن لو يعني نأخذ بعض المقطع من مؤتمر الإخوة في برمنغهام. نعم، لو يفتحون لنا هذا الشيخ جمال يتحدث عن الضمير. كل شيء موجود في كتاب الله. لا نروح بعيد يا إخواني، والله نحن يا إخواني مقصرون أشد التقصير مع القرآن الكريم، ومنه تبتدئ الحكاية. وهنا أيها الأحباب سوف يثبت العبد إذا أخذ
وصية الله سبحانه وتعالى الذي هو القرآن، وبهداية القرآن. القرآن يا إخواني، الله سبحانه الكريم: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. هذا القرآن يا إخواني موعظة. ما معنى موعظة؟ يعدل سلوكك. حينما تقرأ القرآن ليس كأي كتاب آخر، لا بد أن تستشعر بأنه يخاطب قلبك، وبعد أن يخاطب قلبك لا بد أن يخاطب يعني جوارحك، لا بد أن تتغير، لا بد أن تتزكى. إذا لم تحصل تزكية من قراءة القرآن فوالله يا إخواني ما استفدنا الفائدة المرجوة. الله سبحانه وتعالى حينما أنزل القرآن على نبيه محمد، انظروا كيف نزل، كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعامل مع القرآن الكريم وأصحابه الكرام، أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب، كيف كان يتفاعل مع القرآن الكريم الأنبياء. الله سبحانه وتعالى وصف الأنبياء كيف قال: إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكيا. هذا التغير الذي يحصل للإنسان من جراء سطوة القرآن وثم يعقبه التزكية، هذا ما نشعر به اليوم يا إخواني حقيقة. إن الذين أوتوا العلم من قبل إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا. يا إخواني اليوم الثبات عزيز، ولا يمكن أن تثبت الأمة ويتجلى لها ما في يعني في حالها إلا إذا قرأت القرآن قراءة مختلفة. هذه القراءة يا إخواني قراءة تبين أولا ما هو الهدف والغاية من الوجود في هذه الحياة. أنت ليش موجود في الحياة؟ أنا ليش موجود؟ لماذا خلقنا؟ نرجع إلى الوراء، نقرأ القرآن قراءة ونسأل أنفسنا أين الله سبحانه وتعالى وضح للأمة الشيء الذي من أجله يعني خلقهم الله سبحانه وتعالى. نحن يا إخواني نتيه في هذه الحياة. إذا لم نقرأ القرآن وبتركيز وبتمعن ثم بعد ذلك لاحظنا التغير في قلوبنا وفي أعمالنا فوالله ما استفدنا. قال الله جل وعلا: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. لاحظ، يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة. وفي الآية الأخرى قال: يتلونه حق تلاوته. ما هي حق تلاوته؟ ما معنى حق تلاوته يا إخواني؟ يتلونه حق تلاوته، هذه التلاوة التي تحتوي على صلاح القلب والتزكية. ولذلك قال في الآية الأخرى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ثم ماذا؟ ويزكيهم. إذا لم تحصل بقراءة القرآن وتلاوته تزكية للنفس وصلاح للقلب والترقي في معرفة الله سبحانه وتعالى فوالله ما استفدنا كثيرا من القرآن الكريم. ستبقى علاقتنا بالقرآن الكريم علاقة كتاب نعرف معانيه، نتلوه، نكتسب منه الحسنات، لكنه لا يغير فينا. التغيير إنما يحصل حينما يلامس الإيمان بشاشة القلب ويتغير الإنسان. طيب، البعض ربما يسأل ويقول: كيف أتدبر القرآن وكيف أتأمل القرآن وكيف أعالج نفسي وكيف تعالج الأمة نفسها بقراءة القرآن؟ كنت أقول ولا أزال: قبل أن تقرأ القرآن يجب أن تركز في نقطة معينة. ماذا أريد بقراءة القرآن الكريم؟ أنا أريد أن أتأمل وأتدبر، فكيف أتأمل وأتدبر القرآن الكريم؟ يجب أن تضع لك أهداف. هذا الهدف أثناء قراءتك سجل هذه الآيات وتأملها وضعها في نوتة خاصة، تبدأ تراجع في هذه الآيات. وسوف أضرب 4 أمثلة أو 5 أمثلة أريد من نفسي أولا ثم من إخواني أن نقرأ القرآن ونتأمل هذه الأمور المهمة التي لها علاقة اليوم بحياتنا. الأمر الأول يا إخواني: كل ما يتعلق بالله سبحانه وتعالى من أسمائه وصفاته وجماله وجلاله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأننا يا إخواني لم نعرف الله سبحانه وتعالى حق معرفته، ولا يمكن أن تعرف الله حق معرفته إلا من طريقين. الطريق الأول القرآن، لأنه تحدث عن نفسه. الطريق الثاني ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم. إذا قرأت القرآن فركز في الآيات التي وصف الله سبحانه وتعالى فيها نفسه بأسمائه وصفاته. املأ قلبك بحب الله سبحانه وتعالى وبعظمة الله سبحانه وتعالى، املأ القلب بهذا. فإذا ملأت القلب بمعرفة الله سبحانه وتعالى وتزكى القلب وترقيت، حينئذ ستكون أسعد إنسان في هذه الحياة. ستشعر في لحظة الظلمة بأن الله سبحانه وتعالى قد أضاء قلبك. لا خوف عليك أبدا إذا امتلأ
قلب الإنسان بحب الله. إذن ركز على الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن نفسه الكريمة بأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى. الأمر الثاني، ركز على الآيات التي يتحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الهدف من إنشائها، من إنزال الخلق إلى الأرض. نحن أيها الأحبة كنا في الجنة مع أبينا آدم عليه السلام، وأنزلنا بسبب تلك الخطيئة، وقال الله جل وعلا: ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لن نعيش في هذه الدنيا إلى الأبد، هناك مقصود من أجله أنزلنا الله سبحانه وتعالى، وهو الاختبار الكبير العظيم، الابتلاء. خلق الموت والحياة ليش؟ ليبلوكم أيكم أحسن عملا. نحن في هذه الدنيا يا إخواني لأمر عظيم جدا، ألا وهو الله وعبادة الله. امتحنا في هذه الدنيا لفترة مؤقتة، ثم سنعود إلى الله سبحانه وتعالى إلى موضعنا الأول، سندخل الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. إذا لاحظ كل آية يذكر الله سبحانه وتعالى فيها الهدف من إنزال الكتاب وإرسال الرسل وخلق الجنة وخلق النار، وهذا الامتحان العظيم الذي أنا وأنت فيه. لماذا كل هذا؟ هذا سيجعلك تركز في حياتك وتعرف هل أنت تسير وفقا لما يريد الله سبحانه وتعالى. إذن هذا هو الأمر الثاني الذي أوصيكم بأن نلاحظه يا أحبابي حينما نقرأ القرآن. الأمر الثالث، كل آية تكلم بها الله سبحانه وتعالى عن الغيب. تعرفون ليش؟ الغيب في أركان الإيمان الستة. أركان الإيمان الستة يا إخواني مصيبتنا أننا درسناها تعلمناها وحفظناها، لكن لا نمارس الإيمان بالغيب. عندنا مشكلة كبيرة يا أخواني في إيماننا بالغيب، مشكلة لا نفكر في اليوم الآخر. الإنسان فينا يسير في حياته وقد نسي الغيب، لأن الغيب لا تراه. أول الآيات في سورة البقرة: الذين يؤمنون بإيه؟ ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. من هم المتقون يا الله؟ الذين يؤمنون بالغيب. بدون الإيمان بالغيب يا أحبابي والله المسلم لا يسوى شيء. لا فرق بيننا وبين غير المسلمين. كانت المعركة بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الكفار في إيش؟ في البعث. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي لتبعثن. ولذلك الله سبحانه وتعالى في سائر القرآن إنما يحذرهم وينذرهم بإيش؟ اليوم الآخر. الإنسان إذا انقطع إيمانه بالمغيبات فقد أمرا عظيما في حياته، ولذلك يمكن في أي لحظة يزل. الثبات أيها الأحباب في القرآن، وأبواب الثبات أعظم باب من أبواب الثبات الإيمان باليوم الآخر، الإيمان بالغيب. نحن يا أخوان ما رأينا الله لكننا نؤمن به، ما رأينا النبي صلى الله عليه وسلم لكن نؤمن به، ما رأينا الملائكة لكن نؤمن بها، ما رأينا الكتب التي لم تنزل علينا لكن نؤمن بها. نؤمن بتفاصيل اليوم الآخر وبما سيحصل للإنسان من حين أن يموت إلى أن يبعث عند الله سبحانه وتعالى. إذا بدون الإيمان بالغيب يا إخواني، وإذا قرأت القرآن ستجد أن الله سبحانه وتعالى يتكلم عن اليوم الآخر أكثر من أي شيء. القرآن كله يا إخوان من أوله إلى آخره حديث عن اليوم الآخر، حديث عن اليوم الآخر. والله يا إخواني من قرأ القرآن وأحصى كم مرة تكلم الله سبحانه وتعالى فيه عن اليوم الآخر يتعجب، لأن اليوم الآخر ليس حاضرا في حياة الناس اليوم. ابن القيم الجوزية يقسم القرآن إلى 3 أقسام، يقول: والعلم أقسام 3 ما لها من رابع والحق ذو تبيان، علم بأوصاف الإله ودينه وكذلك الأسماء للديان، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني. 3 أقسام. العلم هذا كل الذي جاء في القرآن 3: إما حديث عن الله وأسماء وصفاته وقد سبق الحديث، وإما الأمر والنهي وهو الأعمال التي أمرنا بها أو التي نهينا عنها، والأخير وهو الأهم هنا في هذا السياق يا إخواني وجزاؤه متى؟ يوم المعاد الثاني. يا إخوان ترى كلنا نترك الدنيا هذه وسنعود إلى الله سبحانه وتعالى. ومن غاب عنه هذا المفهوم، مفهوم اليوم الآخر، من غاب عنه هذا المفهوم هلك. لأن الله سبحانه وتعالى خلق الكون وخلقنا في هذا الكون لا لنعيش، هذه حياة مؤقتة يا إخواني، حياة مؤقتة. دائما الله سبحانه وتعالى يخاطبنا وين؟ يخاطبنا عن اليوم الآخر.
فإذا غاب مفهوم اليوم الآخر عنا حصل الضلال والزلل، وسار الإنسان وحده على غير مراد الله سبحانه وتعالى. إذن نركز يا إخواني كما ذكرت لكم في هذه الأمور الثلاثة. أولا الإيمان بالله سبحانه، الآيات التي تحدث الله فيها عن نفسه حتى نحب الله ونعظمه حق تعظيمه سبحانه وتعالى. الأمر الثاني هذه المغيبات، لا بد أن نركز في الآيات التي تحدث الله سبحانه وتعالى فيها عن الغيب. ثم لاحظ أخي الكريم أن التزكية ستحصل لك إذا قرأت القرآن الكريم بقصد الاهتداء. أنت حينما تقرأ القرآن ما هي النية التي تقرأ فيها القرآن؟ تتطلب هذه المعاني، معاني الاهتداء، وتعدل سلوكك وتسأل نفسك هل أنا، هذا الخطاب لمن؟ يعني حينما يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الدنيا ويصفها، ما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، إذ انظر إلى حالك، أين تقع هذه الدنيا من عقلك ومن نفسك؟ الله سبحانه وتعالى ما يخاطب بهذا القرآن آخرين، إنما يخاطبني أنا وأنت. هنا تحصل التزكية، وهنا يحصل الارتقاء بالنفس. طيب الآن الله سبحانه وتعالى لما وصف حال المؤمنين إذا قرئ عليهم القرآن ماذا قال الله جل وعلا؟ قال الله سبحانه وتعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. ماذا قال بعدها يا إخواني؟ ذلك هدى الله، ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. يا الله يا إخواني، يعني هذه الحالة التي وصفها الله، حالة الخشوع، البكاء، حالة يعني سطوة القرآن على القلوب وانعزال النفس والعيش مع الله ومع القرآن، هذه هداية لا يؤتاها كل أحد. ولذلك إذا رأيت إنسان رقيق القلب إذا قرئ القرآن عليه بكى فبشره بهداية الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول ذلك هدى الله. وهذه الهداية ماذا نفعل بها يا إخواني؟ يوميا أن تصلي تقرأ الفاتحة ماذا تقول؟ تقول اهدنا الصراط المستقيم. أين هذه الهداية؟ هي في القرآن الكريم. قال الله جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر، يهدي، لاحظ، يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. لاحظ الله سبحانه وتعالى كيف ربط الهداية، ربطها باليوم الآخر. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. الإيمان باليوم الآخر يا إخواني هو الحد الفاصل، هو الذي يميز المؤمن من غير المؤمن، هو الذي يميز الطائع من العاصي، هو الذي يوقف الإنسان عند المحرمات. تلك حدود الله فلا تعتدوها. ليه؟ لأن وراءنا يوم. إذا ما كان في قلبي وفي قلبك حب الله والخوف من اليوم الآخر، ونعلم بأن ما أخبر الله سبحانه. أقول هذه محاضرة للشيخ فضيلة الشيخ جمال سعيد، وهو يتحدث عن أهمية تدبر القرآن الكريم وقراءته والعمل به، فجزاه الله خيرا. غربت الشمس وانطلق الحجاج من عرفات باتجاه مزدلفة تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم. حينما غربت الشمس تحرك صلى الله عليه وسلم ودفع باتجاه مزدلفة، وبقي يسير حتى وصل إليها. فأول عمل قام به صلى الله عليه وسلم هو أنه صلى المغرب 3 ركعات والعشاء 2 بأذان وإقامتين هكذا، ثم أنزل راحلته بعد ذلك واستراح صلى الله عليه وسلم حتى أذن الفجر. ولم ينقل عنه في هذه اللحظات أنه قام الليل أو صلى غير العشاء والمغرب، إلا أن العلماء يذكرون
بأنه صلى الله عليه وسلم لم يترك الوتر قط، لم يترك الوتر قط. وبهذا نقول بأنه قد يكون ربما صلى الوتر 3 ركعات ثم نام صلى الله عليه وسلم واستراح بعد طول عناء من يوم عرفة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة دعا صلى الله عليه وسلم رافعا يديه من حين صلى الظهر والعصر جمع تقديم، صعد على الناقة القصواء وبقي رافعا يديه يدعو الله عز وجل حتى غابت الشمس، حتى شك الناس أنه صائم صلى الله عليه وسلم. فجاءته إحدى الأخوات الصحابيات الفاضلات بلبن فشربه صلى الله عليه وسلم، فعرف الناس أنه لم يكن صائما. عرفة وقتها يبدأ من بعد الزوال وينتهي بدخول يوم فجر اليوم 10 من ذي الحجة. فهذا الوقت كله يتبع وقوف عرفة. ولذلك لما جاء أحد الصحابة وسأل النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أتعبت نفسي وأتعبت دابتي وما تركت مكانا في عرفة إلا وقفت عليه، فهل تم حجي أم لا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أيما رجل وقف وقفتنا وصلى صلاتنا هذه فقد تم حجه وقضى تفثه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. بهذا يكون الرجل الذي قد وقف في عرفة في ليلة العيد أو في نهار يوم عرفة يكون قد أدى الحج. أما إذا عدت هذه الليلة وتجاوز صلاة الفجر فقد انتهى الحج ولم يبقى لمن فاته هذا الوقوف إلا أن يعيد حجه في العام القادم إن شاء الله. هذا هو وقت الحج عرفة. فدفع النبي صلى الله عليه وسلم إلى مزدلفة كما قلت لكم. وهنا أيضا وصف الله عز وجل نزول الحجاج من عرفة باتجاه مزدلفة كأنهم فيضان مثل الماء الكثير الذي يفيض من الأعلى إلى الأدنى، وصفهم الله عز وجل بذلك: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام وهو مزدلفة واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. وهنا طبق النبي صلى الله عليه وسلم هذا الذكر بأنه ذكر الله عز وجل بعد صلاة الفجر وبقي يذكر ربه حتى أسفر جدا. وقبل أن تطلع الشمس انطلق النبي صلى الله عليه وسلم باتجاه الجمرات ورمى جمرة العقبة الكبرى التي تلي مكة. هذه هي السنة النبوية. ثم بعد ذلك بعد أن رماها صلى الله عليه وسلم توجه عليه الصلاة والسلام إلى المسجد الحرام وطاف به طواف الإفاضة، ثم نحر صلى الله عليه وسلم، ثم حلق رأسه عليه الصلاة والسلام، وأتى بهذه الأمور الأربعة. أتى بهذه الأمور أنه رمى الجمرة ثم طاف طواف الإفاضة ثم نزل فنحر ثم حلق شعر رأسه، وبهذا يكون قد قضى تفثه
صلى الله عليه وسلم، قد أدى حجه وقضى تفثه صلى الله عليه وآله وسلم. وبهذا لم يبقى على الحاج إلا طواف الوداع، فيؤدي طواف الوداع ثم يرحل في اليوم 11 وفي اليوم 12 أو 13. طبعا يبقى على الحاج أن يعود إلى منى فيرمي بها في اليوم 11 الجمرة الأولى والثانية والثالثة، ثم يبيت ليلة فيرمي الجمرة الأولى والثانية والثالثة أيضا. فإذا أحب أن يتعجل فيجوز له أن يتعجل شريطة أن يخرج قبل أن تغيب الشمس. واعبدوا الله في أيام معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. هذه هي السنة النبوية في أداء هذا الحج، وهذه هي المشاعر المقدسة. ومن يوم غد يعتبر هو يوم الحج الأكبر، وهو عيد المسلمين، عيد الأضحى المبارك، يسمى عيد الأضحى المبارك. هذا العيد هو أفضل من عيد الفطر، أفضل من عيد الفطر، لأن الله عز وجل سماه يوم الحج الأكبر، يوم الحج الأكبر. فبالتالي مشاهدينا الأكارم نحرص على أداء صلاة العيد غدا إن شاء الله. والحاج ليس عليه صلاة، الحاج ليس عليه صلاة العيد، وإنما عليه أن يؤدي صلاة الفجر ثم ينطلق من مزدلفة إلى منى ليرمي جمرة العقبة. هذه هي صلاته وهذه هي عبادته. فإذا رمى جمرة العقبة يروى أن الملائكة تصافح الحجيج بعد رميهم لرمي جمرة العقبة. وأترك الميكروفون لأخي عبد العليم حتى يعلق على كيفية رمي جمرة العقبة، وما السنة التي ورد فيها، ولماذا شرع لنا رمي الجمار والطواف حول الكعبة، ولماذا شرع لنا السعي بين الصفا والمروة. ماذا تعنينا هذه الأمور، حتى نرجع إن شاء الله ونعلق على أحكام أيام التشريق. الميكروفون معك شيخ عبد العليم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أعمال الحج. أولا، الحج كان معروفا قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، من أيام السلام والناس تحج. فرمي الجمرات هي 3 أماكن التي يرمي بها المسلم: جمرة الصغرى والوسطى والكبرى، وهي بالحصى صغيرة مثل الحمص، ويرمي بها 7، وفي كل رمية يقول الله أكبر، فيدعو قبل أن يرمي دعاء طويلا كما كان يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. كما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم قال: خذوا عني مناسككم. والعبادة في بعض الأحيان تعقل، أي لها حكمتها وسببها قد يعرفه الناس، وبعض الأشياء لا نعرفها، ولكن نحن نسلم لله جل جلاله ونفعل في العبادة ما أمرنا الله به وما أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالكيفية التي فعلوها. فرمي الجمرات هذه هي عبادة مع الحج في أيام المنى، تبدأ من غدا بعد ما ينزحون من مزدلفة إلى منى الحجاج، وتبدأ بهذه. فهذه هي
الطريقة التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا ما يحضرنا حاليا يا شيخ برهان، وجزاك الله خيرا. خيرا وبارك الله فيك وثابك على ما ذكرت، وفعلا يعني أكملت وأجدت، بارك الله فيك ورضي الله عنك. رمي الجمار شيخنا الكريم من العبادات العظيمة التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: إنما شرع الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله. فلو تحدثنا عن فوائد هذا الرمي و يعني أين تكمن فائدته حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لإقامة ذكر الله. تفضل، المجال عندك. الحج كله شرعه الله جل جلاله، سواء كان طوافا بالكعبة، المبيت بمزدلفة، والمبيت أيام التشريق بميناء، والسعي بين الصفا والمروة، كلها لذكر الله. هذه أولا نقطة. فبالتالي نحن أن نمتثل بأمر الله تعالى برمي الجمرات. لا يعتقد بعض الناس أنك أنت ترمي جمرة لإبليس، فهذا ليس بصحيح. فما نراه هو شاخص، أي الحجر الذي نراه هو علامة موضع الرمي، ولكن الإبليس إذا كان يتأثر أصلا بموقف العرفة بأكمله، كما أخبرت سابقا، يولول. الحكمة من رمي الجمرات هو طاعة الله جل جلاله وإقامة ذكره وإقامة شعائره. كما نطوف نحن الآن، لا يقول واحد لماذا نطوف 7، أو لماذا نطوف 10، أو لماذا نطوف نسعى 7، أسف، ولكن هكذا شرع علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم. قد يكون له سبب في السعي، كما كانت تفعل أمنا هاجر عليها السلام أيام مجيئها بطفلها الرضيع إسماعيل، وتركهم هناك من قبل إبراهيم عليه السلام، لا أحد لهم ولا شيء. هذه الأسباب قد تكون، لكن مع ذلك لماذا نحن نفعل؟ طيب، لأننا أمرنا أن نفعل بهذا الشيء، وأراد الله تعالى أن يخلد ذكرى وفعل أمنا هاجر عليها السلام، وكذلك ابنها إسماعيل الذي يكون من أجداد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أيها شيخنا الكريم. بارك الله فيك شيخنا، أفدت وأجدت. وبالفعل حجاج بيت الله الحرام عليهم أن يحرصوا على هذه العبادة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والغلو، رفع الحصاة فقال: إياكم والغلو مثل هذه، ثم انطلق صلى الله عليه وسلم ورمى 7 حصيات يكبر مع كل حصى، فيقول: الله أكبر، ثم يرمي، الله أكبر، ثم يرمي. وإن قال بسم الله والله أكبر فلا حرج، وهذه 7 حصيات. وإن رمى شك أرمى 6 أم 7 يجعلها 6 فيرمي 7. هؤلاء هم الحجيج مشاهدي الأكارم، ينطلقون من عرفات باتجاه مزدلفة. هؤلاء الحجيج يعني قد انطلقوا منذ لحظات، يعني ربع ساعة 20 دقيقة بعد، ولا يزالوا يسيرون باتجاه مزدلفة. بعضهم يصل سبحان الله إذا كان الوضع مزدحما يصل عند صلاة العشاء، والبعض الآخر يصل قريب من صلاة الفجر، والبعض الآخر يصل مبكرا قبل صلاة العشاء. والسنة في هذا إذا حانت الصلاة أنك تؤديها في حيث كنت، يعني لا تنتظر حتى
يذهب وقت صلاة المغرب، وإنما عليك أن تسير حتى تصل إلى مزدلفة. فإذا يعني منعت بسبب الزحام فإنك تصلي في المكان الذي يتهيأ لك فيه، ربما لا تستطيع أن تصل. انظروا ما شاء الله إلى هذا العدد الكبير من الحجاج، الحمد لله الذي أذن لعباده أن يذكروه وأن يسبحوه، فهو سبحانه وتعالى بيده الأمر والنهي، هو الذي يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وها هو جل وعلا قد أذن لهم فأتوا إلى هذه المشاعر، وهم الآن بهذا اللبس الأبيض الجميل يتوجهون إلى مزدلفة، فعددهم 1,000,000 حاج. هكذا أذنت السلطات السعودية أن يحج عدد 1,000,000 حاج. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم. مشاهدينا الأكارم، كنت أقول لكم أن على الحاج في مثل هذه الأمور أن يحرص على الصلاة وأن يؤديها في وقتها، لأن الله تعالى يقول لأن الله تبارك وتعالى يقول إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، كانت الصلاة على المؤمنين كتابا موقوتا. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم، ومن الصائمين صيامهم، ومن الداعين دعاءهم. وعلى المؤمن أن يستبشر بخير بهذه الطاعات. نسأل الله تعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، ونسأله سبحانه وتعالى أن نكون نحن أيضا في العام القادم حاجين مقبلين على الله عز وجل في هذا المكان، فهو القادر سبحانه وتعالى على كل شيء. نسأله أن يمد في أعمالنا، كما نسأله سبحانه وتعالى أن يترحم، أن يرحم، وأن يغفر لمن لم يتمكن أن يحج بهذا العام فوافاه الأجل وانتقل إلى ربه. نسأله سبحانه وتعالى أن يتوب علينا. كذلك نسأله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يصلح أحوال المسلمين. نسأله سبحانه وتعالى بمنه وكرمه في هذه اللحظات، اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات. اللهم يا ذا الجلال والإكرام مكن لدينك في كل مكان. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم انصر دينك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل الحق ويضل فيه أهل الباطل. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك ويهدى فيه أهل معصيتك. اللهم يا ذا الجلال والإكرام إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك. اللهم اجعل هذا البلد بلاد الحرمين الشريفين آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم كذلك ندعوك أن تجعل بلاد تركيا بلدا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم وفق لحكام المسلمين للحكم بكتابك وسنة نبيك. اللهم وفق حكام المسلمين أن يرفعوا علم الجهاد ويقمعوا أهل الزيغ والفساد. اللهم ول علينا خيارنا واكفنا شر شرارنا. اللهم أصلح بلادنا إريتريا. اللهم أصلح بلادنا إريتريا. اللهم انشر دينك وكتابك وسنة نبيك في ربوع إريتريا خاصة وجميع بلاد المسلمين عامة. اللهم إخواننا المسجونين في إريتريا فك أسرهم.
اللهم فك أسر إخواننا المسجونين من الدعاة والمشايخ والمظلومين في أريتريا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام عليك بأعداء الدين في إريتريا خاصة وفي جميع أنحاء المسلمين عامة. اللهم يا حي يا قيوم كل من أذى الدعاء أو اشتكاهم أو رفع فيهم تقارير للأنظمة الجائرة اللهم عليك به، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم من كان سببا في سجن العلماء، اللهم من كان سببا في سجن العلماء وأرملة النساء وتيتيم الأطفال اللهم فعليك به، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم انتقم منه أشد الانتقام، اللهم سلط عليه جنودك، اللهم اجعل الدائرة عليه، اللهم سلط عليه من سجن العلماء، اللهم سلط عليه من سجن العلماء، واجعل الدائرة عليه يا قوي يا متين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم أعطنا ما نرجو، اللهم وآمنا مما نخاف، اللهم أعطنا ما نرجو وآمنا مما نخاف. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم بارك لنا في قناتنا قناة سلام، اللهم بارك لنا في قناتنا قناة سلام، اللهم بارك لنا في هذه القناة وبارك في جميع منسوبيها، اللهم بارك في جميع منسوبيها. اللهم ثقل موازينهم وارفع درجاتهم وصب عليهم من الأرزاق صبا. اللهم احمنا، اللهم دافع عنا، اللهم دافع عنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام، دافع عنا يا رب العالمين. اللهم وفقنا وقونا يا ذا الجلال والإكرام، قو حجتنا، صوب رأينا، اللهم اهدنا سبل السلام. اللهم بارك في هذه القناة واجعلها قناة دعوة وخير وأمن وأمان. اللهم واحفظ رابطة علماء المسلمين الإريتريين. اللهم بارك لنا في رابطتنا رابطة علماء إريتريا، اللهم بارك في رابطة علماء إريتريا وبارك في جميع روابط المسلمين. اللهم بارك في جميع روابط علماء المسلمين. اللهم انصر المسجد الأقصى اللهم انصر المسجد الأقصى، اللهم انصر المسجد الأقصى وأخرجه من بين أيادي اليهود الظالمين المحتلين. اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك. اللهم ارحم كل فلسطيني، اللهم تقبل شهداء فلسطينيين يا رب العالمين. اللهم تقبل شهداء فلسطين، اللهم تقبل شهداء فلسطين. اللهم قو الشعب الفلسطيني، اللهم قو شوكتهم ووحد صفوفهم، ألهمهم الصواب يا رب العالمين. اللهم لا تكلهم إلى الأعداء، اللهم لا تكلهم إلى الأعداء ولا تشرح صدورهم إلى الأعداء. اللهم يا حي يا قيوم لا تعلق قلوبهم بالأعداء يا رب العالمين. اللهم يا حي يا قيوم قد أسعدتنا بنصرهم على عدوك وعدونا اليهود. اللهم يا ذا الجلال والإكرام لا تكلهم يا رب العالمين إلى أعدائهم، اللهم لا تكلهم إلى أعدائهم. اللهم إنك وعدت المجاهدين بالنصر والتأييد والرزق والمال. اللهم يا حي يا قيوم قلت وقولك الحق فسوف يغنيكم الله من فضله. اللهم أغني إخواننا المجاهدين في بلاد غزة، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في فلسطين، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في كل مكان يا رب العالمين. اللهم وحد صفوفهم واجمع كلمتهم، اللهم أيدهم بتأييدك وانصرهم بنصرك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا
وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اختم لنا هذا اليوم برضوانك والعتق من نيرانك. اللهم أعده علينا كرات ومرات، لا تجعل هذا هو آخر العهد. اللهم مد في أعمارنا وأصلح أعمالنا يا حي يا قيوم. اللهم أصلح زوجاتنا وأبناءنا وبناتنا. اللهم أصلح جميع نساء المسلمين وأصلح جميع شباب المسلمين. اللهم ردهم إليك ردا جميلا. يا حي يا قيوم، النصر بيدك والهداية بيدك يا ذا الجلال والإكرام. لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. اللهم وحد الأمة الإسلامية، اللهم وحد الأمة الإسلامية يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن توفق الرئيس رجب طيب أردوغان لكل ما تحبه وترضاه. اللهم وفق هذا الرئيس لكل خير، اللهم وفق هذا الرئيس لكل خير. اللهم صوب رأيه وسدد رميه. اللهم يا حي يا قيوم ألهمه الصواب، واجعل له يا رب العالمين البطانة الصالحة التي تؤيده على الخير. اللهم وإنا نسألك أن تحميه وتحمي بلاد تركيا من كل سوء. اللهم احميه وعافه ودافع عنه يا رب العالمين. اللهم لا نملك إلا الدعاء له. اللهم إنا نحسبه من القيادة، من الرؤساء العادلين ومن القيادات الموفقين. فيا ذا الجلال والإكرام لا ترد دعاءنا يا رب العالمين. اللهم استجب دعاءنا. اللهم يا حي يا قيوم واحفظ بلاد تركيا وشعبها. اللهم صب عليهم من فضلك صبا صبا وارزقهم وأعطهم. اللهم يا حي يا قيوم أصلح لهم ليرتهم، اللهم أصلح لهم ليرتهم. اللهم أعد قوتها يا رب العالمين. اللهم إنك أنت المسيطر على كل شيء وبيدك كل شيء، أنت الممكن سبحانك. ندعوك يا ذا الجلال والإكرام ونكرر الدعاء ونتضرع بين يديك، ونحن نعلم أنك تسمعنا وترى مكاننا وتجيب دعاءنا يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم إنا نسألك الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه ما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله آجله وعاجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم تركنا يا رب العالمين خصوصياتنا وجئنا في هذه القناة يا ذا الجلال والإكرام ندعو إليك، فتقبل دعاءنا وتقبل سائر أعمالنا. اللهم لا تردنا خائبين ولا عن جنابك مطرودين. اللهم أعطنا خير ما سألناك، اللهم أعطنا خير ما سألناك. اللهم واعذنا من شر ما استعذناك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لأخي عبد العليم الذي شاركني في هذه الحلقة. اللهم اغفر له، اللهم ارفع درجته، اللهم صب عليه من فضلك صبا صبا. أغنيه يا ذا الجلال والإكرام، ووسع عليه يا أرحم الراحمين، ووفقه يا أكرم الأكرمين. ولا تتوفني ولا تتوفه إلا وأنت راض عنا غير غضبان. اللهم وفقنا لكل خير يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم اغفر لوالدينا ولوالد والدينا ولجميع المسلمين يا رب العالمين الأحياء منهم والميتين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اليوم نبدأ رحلة قدسية بالذكر عامرة إلى عرفات، منا الملبي والمكبر والذي يدعو ومن يبكي على العثرات. الله